لأنه الله سيحبك، سيكرمك، سيرزقك، سيرحمك. لأنه الله سيكفيك، سيساندك، سيستجيب لك، سيشفيك، سيعطيك، سيفرحك وسينجيك. لأنه الله سيتقبلك لو طرقت بابه سائلا عفوه ولطفه ومغفرته ورضاه ورحمته. لأنه الله سيكون معك يوم لا ينفعك سواه، ومن كان الله معه فما عليه من أحد. ومن كان الله معه فما عليه من أحد. يا صباح الخير عليكم يا حبايب قلبي، او يا مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. عاملين ايه حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي حبايب قلبي في كل وقت. بصوا بقى، النهارده طبعا قلت ابدا معاكم من الروتين بتاعي كالعاده. نبداوا بايه بقى؟ يعني محتارين في الاكل طبعا، انتوا عارفين المشكله اللي احنا كلنا بنعاني منها. طبعا احنا طبعا عندنا ايه، عندي ولادي بيحبوا الفاصوليا وفي بيحب اللوبيا. يعني بقيت والله العظيم محتاره، انا الود ودي اجمع بين الصنفين في حله واحده، ما هي كلها بكليات. المهم يا حبايب قلبي، انا اخر ما احترت بقى قلت لا، هعمل فاصوليا وخلاص، واللي ياكل ياكل واللي ما ياكلش بقى هو حلو وحر. بصوا بقى، المهم احنا ايه، انا بدأت معاكم الفيديو بمقدمة حلوة كده، يعني الحمد لله. طبعا يعني اللي مع ربنا مفيش حد بيقدر عليه، والحمد لله. يعني ايه، مادام الواحد ماشي بما يرضي الله خلاص، يعني ايه، ما نقلش من اي حد، وربنا معين معانا، وربنا معانا في كل وقت، في كل اذان، وفي كل حاجة بنعملها، سواء كانت خير او كانت شر. تمام. تمام. هنا بقى ايه، كنت نقع الفاصوليا اللي هي ام عين بيضة الطويلة دي. خدي بالكم، لاني انا والله العظيم لحد سنة واحدة بس ما كنتش بعرف، كنت بروح اقول بتاع الدكان اديني، كنت بقول على الفاصوليا لوبيا، وعلى كنت بعكس يعني. واكيد في ناس مننا يعني ايه بيشقلبوا برضو الحال زي كده. المهم نقعت شويه في ميه، وحطيتها كده يجي نص ساعه قبل ما شفت اللي ورايا كان ايه. مواعين غسلتها، ترويق، مسيح، طلعت له الطيور. اهم حاجه الطيور دي، يعني ايه، لازم نهتم بيها عشان في الاخر يعني ربنا يبارك لك فيها كده، وتلاقي حاجه حلوه في قلب البيت تاكلي منها. وطبعا انتوا عارفين اللي ما بيربيش ما بيعرفش ياكل، دي امانه والله العظيم. انا يعني انا كنت الاول ما بربيش ولا كنت بهتم بالحاجات دي، كنت بقعد اقول وانا ليا خلق بقى اطلع كل شويه اجيب علف ويموت ومش عارفه ايه. لا بس الحمد لله، يعني ربنا قواني. قلت لا، ما ينفعش كده، انا عندي اجيب 10 فرخات، 10 كده ها. وربنا يبارك لي فيهم. حاضر يا رحمة. ربنا يبارك لي فيهم وربنا يتعبني فيهم، احسن ما انا ايه، يعني كل ما احتاج فرخه اقعد اجري بقى. وانتوا طبعا انتوا عارفين ان انا قاعده في ارياف، مفيش محلات يعني زي اي مدينه كده. ففين وفين بقى لما انزل واركب واروح واجيب، لا. قلت اما ابتدي واجيب 10 كده وربنا يكرمنا فيهم، والحمد لله. بدأت بقى من هنا بقيت اجيب، لقيت حد يعني ايه، حد كده فراخه حلوة، كتاكيته بتبقى حلوة يعني. بس يعني بصوا، الحاجة طول ما انت مولياها ربنا هيتعمك فيها. بتقعدي بقى تستهتري فيها، تجوعيها، ما تنضفلهاش، ما تعتنش بيها من دفع التهوية، كل الحاجات دي تاخدي بالك منها. تمام، لان هي دي عامل اساسي لنجاح الترم معاكي، لنجاح ايه لتربية الطيور معاك. المهم يا حبايب قلبي، هنا انا كنت مطلعه فرخه. قلت بقى ايه، اما اعمل لهم شويه طبيخ جنبها وشويه رز. طبعا جبت اللي هي الفاصوليا ده، جبت ربع كيلو، مش عارفه ربع ولا تمن والله ما عارفه. المهم انا بعت ابني قلت له هات لي ب15 جنيه، جاب لي شويه زي اللي انتوا شايفينهم ده. المهم نقعتها في ميه. اهم حاجه تنقعيها، لان الفاصوليا دي بالذات لازم تتنقع. انا نقعتها حوالي ساعه كده عقبال ما طلعت. والله ما عارفه كنت مطلعه فرخه ولا بطايه، لا هي طلعت بطايه. المهم يا حبيبه قلبي منك ليه، صلي على النبي كده. كان ديك بلدي، وكان لقيت الديك صغير، قلت لا مش هينفع، مش هيقضي لوحده. رحت مطلعه برضو، كان عندي كيس وز، كنت جايبه وز برضو كده بحق، رحت مطلعه حتتين، قلت دي مع ده اهو، دي بلدي وده بلدي. وطبعا ايه، حطيتهم في حله واحده. طبعا انتوا عارفين ان انا بنقع الطيور بتاعتي كذا مره وبغسلها ومش عارفه ايه، قلت لازم اعيد عليها مره واتنين وتلاته.
عشان ايه لما نيجي نعمل حاجه ما نحسش ان هي فيها زفاره، ولا نحس بزفرتها وكده. كده انتوا عارفين الفراخ البلدي دي بالذات لازم تنقعيها مليون مره، والله العظيم زي ما بقولك كده، بس اكلها لا يعلى عليها بصراحه يعني. هنا طلعت الفراخ وسخنت الماء زي ما انتم شايفين كده في الحله الجميله بتاعتي دي اللي بتقضي جميع الاغراض عندي. والله العظيم اللي ما عندوش الحله ديت وحياة ربنا يعني، يعني هو خسران بصراحه يعني. بتنفعني في كل حاجه، في الكوارع، في في الممبار، في سلق الكرنب، كل حاجه تخص السليق وكل حاجه فيها ميه. ببصوا ما شاء الله هي جميله. انا بقى ان شاء الله قدام شويه كده ان ربنا كرمني القبض الجاي هجيب اللي هي حالة الضغط ان شاء الله، يعني ربنا يسهل كده. واما بدي اول اساسيات يعني اللي هجيبها، يعني واحدة واحدة كده يعني، يعني طول ما العجلة دايرة الحمد لله هقدر اجدد. يعني في حاجات يعني اساسية يعني ببقى حاطاها في دماغي كده، لكن الحاجات اللي ملهاش 60 لازمة دي ما لا ده ما بستعملهاش ما بجيبهاش. يعني هي دي ان شاء الله من الاساسيات اللي انا هجيبها. المهم حبيبة قلبي منك لا صلي على النبي كده. المهم بقى ايه، نقعت وضربت الطماطم زي ما انتم شايفين كده، الطماطم اللي مجننانا ومحيرونا وجايه على الشتاء وتغلى وتوجع في قلبنا. يعني طول الصيف احنا طبعا ما بناكلش، لكن استعمالها كله في الشتاء. بس هنعمل ايه، ربنا يعين الناس ويعيننا جميعا يا رب، وربنا يهون علينا ويرحمنا برحمته. المهم ان انا نقعتها اديتها سليقه بقى ايه. بحب اسلق في الحله اللي هي الصاج دهيت برضو، بتسهل عليا طبعا. انتوا عارفين الالمونيا بقى ايه بتقعد تزرق مننا وتقعد تسمر وتنقر مننا ومش عارفه ايه. لا بخلي اي حاجه تستلق لا في الاستانلس لا في الصاج بس. المهم انتوا عارفين بقى اللي انا ايه على طول كده المواعين اول باول، لان ايه عشان ما بنيجي ناكل الدنيا بتتكركب اكتر، فايه احنا بنلحق وقتنا على طول كده. طبعا عارفين النور بيقطع على طول عندنا برضو، واكيد عندكم انتوا كمان. فانا ما بصدق ان الاقي الكهرباء شغاله واي حاجه بعملها بقى مواعين اشغل فلتر املى ميه اشغل الغساله دوره كده زي ما انتوا عارفين. يعني اي مصلحه تعمليها، وزي ما بيقولوا اصحي بدري الساعه البدريه منسيه. والله العظيم انا بحب المدارس دي ان هي بتنظم وقتي، تخليني اصحى بدري، تخليني اقوم اقضي شغلانتي بدري. على الظهر اكون مخلصه. طبعا شقتي مش كبيره قوي يعني اللي انا اقعد فيها الوقت ده كله، بس يعني ايه بمسكها حته حته كده ايه، بمسكها بمزاج كده عشان احس ان انا قاعده مرتاحه كده. والله العظيم الواحد لما يبقى قاعد يعني شقته متظبطه كده ومتروقه بيبقى بص مش عايز ياكل ولا يشرب، بيبقى عايز يقعد فيها كده وما يسيبهاش. عاديكوا بقى ساعه واحده بس لما يجوا من المدرسه قسما بالله بيقلبوا له الدنيا على بعضيها. يلا هنعمل ايه. المهم انا غسلت المواعين يا حبايب قلبي وعلقت على الفراخ زي ما انتم شايفين. وطبعا انتوا كلكم يعني شطار وامارات وعسلات واحسن مني بكتير. بس انا يا جماعه الخير اسمعوا الكلمتين دول، انا مش طالعه بعلم حد، انا طالعه دي قناتي وده محتوايا، بنشر اللي انشره يخصني، يخص اكلي، يخص شربي، يخص بيتي. بس في حاجات ما ينفعش اللي انا اعرضها. انا بعرفكم عشان ما حدش يقول طالعه اتعلم، لا ما بعلمش حد. انا طالعه يعني ايه بشوف، بخليكم تشوفوا اليوم بتاعي ماشي ازاي. تمام. هنا بقى كان الاكل جاهز. اهم حاجه ما تنسونوش بالله كل اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل